بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنشرح الريكاست. الريكاست عبارة عن خط أو بوكس أو كورة تطلع أول ما اللعبة تشتغل على طول. يبقى عبارة عن حاجة زي نظام الهيت بوكس كده، أي حاجة بتلمسها في طريقة بتقولك إن أنا لمست زي كده كده. والبلوك النهارده إن شاء الله نشرح التلات أنواع بتوعها وهنشرحهم بالتفصيل. فخلينا بخير متركزين نخش على الكود. أول حاجة بس نيجي هنا نعمل بارت جديد عشان نحدد منه. نيجي هنا نغير حجمه ونغير اللون ونبدأ. هنيجي أول حاجة عشان نجيب البارت هنكتب لوكال كاست بارت، سمي أي اسم عادي براحتك، ورك سبيس، ونغير اسم البارت اللي احنا عرفناه هنا ده، سمي أي حاجة بارت كاست بارت، ونيجي نستدعيه فاين. عشان نستعمل ريكاست هنيجي هنا نكتب لوكال ريزولت دوت يساوي ورك سبيس دوت ريكاست. الريزولت هنا هتخزن فيها أي حاجة هتلمسها الريكاست. فنيجي هنا نشوف الريكاست عايز مننا ايه. طالب مننا الاوريجين فيكتور 3 والدايركشن فيكتور 3 والريكاست برامز. خلينا نبدأ بأول حاجة الاوريجين. الاوريجين هو بيقول لك عايز المكان اللي يطلع منه ريكاست، فاحنا عايزينه يطلع من مكان البارت اللي هنا. فنيجي هنا نقرر له كاست بارت دوت بوزيشن عشان هو طالبها مننا هنا بالفيكتور 3. نيجي نشوف عايز مننا تاني، عايز مننا الدايركشن، احنا عايزينه يطلع من قدام البارت 50 وحدة لقدام. فنيجي هنا نعرف الدايركشن في متغير 21 لو حابين نغيره في المستقبل. دايركشن تساوي كاست بارت دوت سي فريم دوت لوج فيكتور عشان يطلع من قدام في 50 وحدة عشان يطلع 50 وحدة لقدام. ونيجي نقول له دايركشن، وهنيجي نعرف البارامز لو عايزة مننا. في بارامز تساوي ريكاست بارامز نيو. خلينا نشرح البارامز ايه هي. بارامز باختصار بسيط عبارة عن مثلا لو ريكاست طلع من هنا ولمس بارت، فانت عايز تقول له البارت اللي هو لمسه يتجاهله عادي، او تحدد مجموعة بارتات بارتس لو لمسها يقول لك ان هو لمسها، ولو ما لمسش غيرها ما يطبعش حاجة. دي باختصار هي فايدة البارامز. فجوه البارامز هنكتب هنا بارامز دوت فلتر تايب انوم دوت ريكاست فلتر تايب دوت اكسكلود ولا انكلود. عايز تخلي البارتات اللي يلمسها يتكاهلها ولا بارتات معينة الوحيدة اللي يقدر يلمسها. عايزينها اكسكلود عشان نخلي بارتات ما يقدرش يلمسها. بارامز دوت فلتر الكلمة الطويلة دي هنا هتحدد الحالات اللي هو لو لمسها يتجاهلها، فاحنا عايزينه يتجاهل البارت نفسه اللي هو بيطلع منه عشان لو لمسه يتجاهله. قلت اللعبة بالغلط. عادي عادي. نكمل مرة البارامز اللي احنا عملناها ونخليه اف ريزولت، يعني لو لمس حاجة يطبع لنا الحاجة اللي هو لمسها بالاسم ولمسها فين. عندنا في الريزولت هنا بيديك في الريزولت لو حاجة لمست بيديك ريزولت دوت بوزيشن اللي هو المكان اللي هو لمس فيه، وريزولت دوت انستنس الحاجة اللي هو لمسها. زي ما عارفين الانستنس معناها الحاجة البارت اللي لمسه، ده عبارة عن انستنس وده انستنس وده انستنس. فهو بيديك تاني غير ريزولت دوت ديستانس المسافة اللي هو لمس منها من البوزيشن لحد حاجة اللي هو لمسها، اللي هو من أول البارت اللي هنا والحاجة اللي هو لمسها بيديك المسافة ما بينهم. بيديك حاجة تانية اسمها نورمال بس مش هنشرحها دلوقتي، هنشرحها بعدين إن شاء الله في المستقبل عشان دي حاجة عالية شوية. بس فأنا بقول له الحاجة اللي طبعها وطبعها فين ولمسها فين. فعشان نشوف بس حاجة كده يعني نعمل بارت جديد نعمل كده نسميه هنا تارجت. هنجرب حاجة بسرعة نخش اللعبة. دي مشكلة بس في النت هنا، خليه بس يبقى انكر عشان ما يقعش كده. عندي مشكلة في النت فهنا هنخلينا ويت عشان يفضل نستنى لحد ما البارت يتحمل. زي ما احنا شايفين هيطبع لك ان هو لمس البارت اللي هو التارجت اللي احنا مسمينه في المكان ده. بس لو جيت هنا مثلا وحبيت تخليه يلمسك فهتلاقيه مش لامس حاجة، عشان زي ما احنا قلنا الريكاست ده بيطلع من أول ما اللعبة تشتغل بيعمل ريكاست واحد بس. فهو أول ما بيعمل لعبة ولا شاف ده قدامه قام لمسه. فاحنا مش عايزين كده، احنا عايزين نعمل طول ما هو اللعبة شغالة كل فريم يعمل ريكاست زي ما اتعلمنا في الفيديو اللي فات كل فريم، فهنستخدم الران سيرفيس. والنت الجميل علق. كمل عادي. زي ما احنا قلنا عايزين يطبع كل فريم، فنيجي نكتب لوكال ران سيرفيس تساوي جيم
دوت جيت سيرفيس ران سيرفيس، وهنيجي هنا نكتب ران سيرفيس دوت. ممكن تستخدم هيرت بي بدل الريندر ستيب، بس خلينا دلوقتي في الريندر ستيب. يفضل يعني او ما ينفع، مش احسن تستخدم الستيب ده عشان هتلاقيه بيحصل جلتشات كتير، فانت تستخدم يا اما ريندر ستيب يا اما هيرت بي. كونكشن فانكشن هناخد دلتا تايم ونكمل. عايزين نخليه يعمل لنا ريكاست كل سي فريم ويطبع لنا هنا بس كده، وندخل البرامس بالمرة معاها جوه. كده بيعمل لنا برامس كل فريم ويعمل ريكاست كل فريم، وندخل بالمرة برضه مش هتضر. نيجي نشوف لو جيت لمس كده هتلاقي ايه بيطبعها، بس عايزين ننزل شوية. بس زي ما انت شايف كده هتلاقيه مش طابع حاجة، وعندنا هنا عامل لنا شكل. ده ليه؟ لأن ريكاست أصلا ملوش شكل ولا ليها أي حجم اللي هو العرض، فأنت لازم تعملها ببارت ذات نفسها. فاحنا هنعمل دلوقتي بالكود ايه؟ هنعمل بارت جديد من جوه السكريبت، ونخلي الحجم صغير عشان احنا بنعمل دلوقتي ريكاست بيبقى زي ما احنا شفنا هنا خط رفيع جدا، ونخليه كده ونغير الحجم بتاعه اللي هو زي ما احنا قلنا الدايركشن هتبقى 50. نخش على الكود، هنعمل فانكشن عشان نرسم الكاست ونقدر نشوفه بعينينا. هنعمل لوكال فانكشن نسميها اي حاجة درو كاست. هياخد مننا ايه؟ ياخد مننا المكان اللي يطلع منه البارت، وياخد مننا الدايركشن اللي هو يمشي فيه. فهنعمل هنا اوريجين ودايركشن. هنعمل لوكال بارت بتساوي نيو بارت، وهنعمل بارت دوت انكر عشان ما يقعش لتحت. انكر بتساوي ترو بارت دوت كان كلها عشان نقدر نعدي منه فولس، وبارت دوت سايز تساوي. هنشوف بقى بيساوي. اول حاجه زي ما قلنا البارت بيبقى الريكاست بيبقى عباره عن خط رفيع جدا، فلازم تعمل اقل حاجه للبارت. فنيجي لو جينا هنا مثلا عند السايز دي هتلاقيها هنا 0.1 وهنغير في زد اللي هي هنا عندها تبقى ايه؟ هتبقى طول الخط اللي احنا عملنا 50 واحدة، فلو جيت هنا خليتها 50 لا كبرت. فنيجي نعمل بالكود، هنعمل دوت واحد دايركشن دوت ماجنتيود. ايه هو بقى الماجنتيود ده؟ الماجنتيود دي عبارة عن انت بتجيب هنا الدايركشن بتاعنا هتبقى بالفيكتور 3، فالفيكتور 3 هنا انت عايز تجيب منها الطول بتاعها اللي هو هيبقى محور زد، انت تجيب منه محور زد اللي هو يبقى دوت ماجنتيود. عشان نفهم اكتر هنبقى هنا ايه الدايركشن قبل ما نعمل في تغيير، والدايركشن دوت ماجنتيود. خلينا نكمل بس كود كده. خلصنا البارت سايز عشان نخلي بقى البارت يبان. عايزين يظهر من اني مكان سي فريم تساوي ايه بقى؟ خلينا اول حاجه نعملها دي عشان هيطلع منها مشكله دلوقتي. الاوريجين ويطلع من قدام اللي هو كده حطينا يطلع من المكان الاوريجين اللي هو ده، وهيبص قدام زي ما اتعلمنا في شرح السي فريم. وعشان ما يحصل وهنعمل بارت دوت بيرنت عشان يقدر يظهر لنا، ونعمل بارت جديد فلتر جديد في الورك سبيس، نوع من انواع التنظيم يعني. ورك سبيس دوت افكس اي تعمل اي فولدر باي اسم براحتك. وعايزين نمسح البارت ده كل ثانيه كل 1/10 ثانيه عشان يتحدث كل شويه. فعشان نمسح حاجه لازم نستخدم حاجه في اللعبه اسمها ديبريس. هتكتب جيم دوت ديبريس اد ايتم، وتعمل له الايتم اللي انت عايز تضيف له البارت اللي هو الانستنس، ولايف تايم هتخليه يتمسح كل ثانيه. ونعمل هنا جوه الريندر ستيب رو كاست، هتديله الاوريجين اللي هو كاست بارت دوت بوزيشن ودايركشن. عايزين بس هنا هنعمل حاجة، خليه يرجع في جوه البارت دي جوه الفانكشن، خليه يرجع البارت. ونخزن الرو كاست دي جوه لوكال، خليه فاريبل لوكال نسميه فيجوال. ليه عملنا كده؟ زي ما قلنا هنا الكاست ممكن يلمس الفيجوال اللي احنا عاملينه هنا ويطبع اللي هو لمسه، فاحنا عايزينه يتجاهله مع ضمن البارت اللي هو الكاست بارت يتجاهله. فنيجي نخليه يتجاهله برضه، خليه فيجوال. ونيجي نشوف كده دي طبعا لها مشكلة. ليه بقى؟ مشكلة في السطر 14 سايز دايركشن ماجنتيود. احنا كاتبينها السايز من غير ما تكون الاس كابيتال. فلو جيت هنا فكك من الازرق ده اللي احنا عاملينه، هتلاقي هنا اللي هو طب هطلعها لك من النص. لو جيت لمست اللي ورا دي مش هيعمل لك حاجه، فاحنا عايزين يطلع من قدام. فعشان نشوف حل المشكله دي
خلي اول حاجه بس نشوف اللي كنا بنطبع هنا. نمسح الاول البارت ده. احنا كنا بنطبع هنا ايه بقى؟ الدايركشن اللي هو ده. فده الدايركشن بتاعنا اللي هنا بالسالب. عندنا اللعبه لو انت بصيت كده على حسب اللعبه عندك، انا عندي اللعبه لو بصيت كده كده تبقى بالموجب. عندنا بالسالب عشان وش البارت قدام. عشان تعرف انهي وش البارت تجيب اي تيكل او صوره من التول بوكس هنا. لو جيت انا بحث على التيكل، بس انا عندي واحد جاهز هنا فناخده من هنا ونحطه جوه البارت ده عشان نعرف هو بيبص فين. فتلاقيه بيبص هنا عشان كده بيدينا بالسالب، ده كده السالب. لو عملنا كده يبقى بالموجب. والدوت ماجنتيود هنا بيجيب لك الزد بس يجيبها لك كده بالموجب عشان ما عندناش، او هو بيجيبه لك بالموجب عشان يطلع لقدام. فهنا الدايركشن هنا ودوت ماجنتيود جاب لك الطول ذات نفسه. فحطينا الطول هنا وطلع لقدام. لازم نحل مشكله ان هو بيطلع من النص. عشان نحل المشكله دي فاحنا جبنا هنا بارت كان عندنا، هو عندنا بيطلع من هنا صح. احنا عايزين بقى نجيبه فين؟ نجيبه هنا فين بقى؟ عملنا ايه؟ جبنا النص بتاع البارت في نص المسافه عشان يبقى طالع من قدام. عايزين نجيبه بقى في نص المسافه دي. نعملها ازاي بالكود؟ هنيجي هنا نعمل variable اسمه get point يساوي الاوريجين، زودت عليه الدايركشن بتاعنا هو هتزوده عليه فهيطلع، هيبقى الدايركشن بتاعنا هو 50 وحده. طلع ان هو الدايركشن بتاعنا ده عشان يطلع من قدام. وزودت على المكان بتاع ده وزودت عليه الدايركشن عشان يبقى طالع بالطول ده كده، بيجيب لك المسافه دي. في نص وفي ممكن في نص او على اتنين مش فارقه، بس اتنين شبه بعض. في نص دي يعني ايه؟ يعني في نص المسافه، جبتها في نص المسافه بقت كده. نكمل ونيجي هنا. خلي بدل ما يطلع احنا عارفين السي فريم دوت نيو بيطلع من نفس المكان اللي بتحطه في الاول، فاحنا عايزين يطلع من النص ميد بوينت ويبص من الميد بوينت دايركشن. شوف كده we have problem. عادي تشوف المشاكل ونحلها. اه شكل حروف في البرمجة بتضايق بسرعة. فلو جيت هنا هتلاقيه ظبطت معانا كده، مش هيلمس اهو. التاني هيتلمس بس لما تلمس البارت بس كده تمام. لو ما فهمتش اول ميد بوينت دي يعني عشان نفهمها اكتر، فنيجي نعمل بارت جديد نسميه فيجوال، السايز زي ما عملناها .1.1 و50 هو الطول بتاعنا. فاحنا دلوقتي عايزين نجيبه في نص المسافة زي ما عملنا بالميد بوينت. فنيجي نكتب الكود ده ورك سبيس، جبنا الفيجوال دوت بوزيشن بتاعها. عايزين نغير البوزيشن بتاعنا نخليه كاست برضه بوزيشن هو ده البوزيشن بتاعه، ونزود عليه الدايركشن بتاعنا زي ما احنا كنا طابعينه هنا. هو الدايركشن اهو 50. الدايركشن بتاعنا هو 50، ده الدايركشن بتاعنا اللي هو ده. القيمة بتاعت الفاريبل ده هو ده. لو جيت طبعتها هتشوفها كده في نص، نفس اللي احنا عملناه في الميد بوينت في نص عشان نجيب نص المسافة. لو جينا ضغطنا كده هتلاقيه ظهر بنفس الحاجة. يا رب تكون فهمتها كويس. فنيجي هنا كده نكون خلصنا أول نوع اللي هو الكاست العادي اللي بيبقى عبارة عن خط. نخش على النوع اللي بعده البلوك كاست اللي هو بيبقى عبارة عن مربع. فنيجي هنا ببساطة هنيجي هنا عند ريكاست ونخليه بلوك كاست. نخش هنشوف عايزين مننا ايه. عايز مننا هنا السي فريم بدل الاوريجين، فنديها له عايزها بالسي فريم. والسايز عايزها مننا فيكتور 3 والدايركشن. فالحاجة الوحيدة اللي احنا هنزودها هنا السايز. هنعمل السايز في متغير لوحده عشان نحط نغيره بعد كده لوكال. هنسميه بلوك سايز بتساوي فيكتور 3 دوت نيو 5 و5 5. ماشي. خلينا دوت سي فريم. وعايز مننا السايز اللي هو بلوك سايز. لازم نغير بقى شوية حاجات جوه البودكاست. أول حاجة السايز بتاعنا هنمرر له السايز نفس ده، هسميه بلوك سايز دوت اكس. هناخد منها الاكس اللي هو 5، والبلوك سايز اللي هو الواي، والدايركشن بتاعنا زي ما عملناها نفس الحاجة هنا. لو جينا نجرب كده هتلاقيه عمل معانا برضه نفس الشيء، بس عندنا مشكلة. بص لو جيت هنا هتلاقيه بيطبع اللي هو لمس حاجة واحنا أصلا بعيد عنه. ليه بقى؟ ايه حل المشكلة دي؟ هنا احنا بنديله البلوك سايز 5، هنا عندنا في الواي 5، واحنا عندنا حاطين هنا في الواي هنا كأننا زودنا عليها 5، فهنا بقت عندنا هنا 50 زي ما شفنا الماجنتيود 50 كده بقت 55. لا احنا عايزين 50 بس. فنيجي عند الست خليها بزيرو. نيجي نجرب. لو جيت هنا بص مش هيطبع حاجة، لازم تلمسها.
ماشي، امسح بس دي ملهاش لازمة عشان زي ما قالت يعني. كده خلصنا النوعين اللي هو البلوك والتاني. عايزين بس نشرح حاجة هنا، زي ما احنا بنعمل كل في فريم نعمل كاست جديد. فلو جيت مثلا هنا تتحرك كده فتلاقي بتتحرك معاك، دي معناتها ان احنا بنعملها كل فريم جديد بس كده هي بتتحرك معاك عادي. نكمل بقى، نخش على السفير. السفير هي عبارة عن كورة، فلو جيت هنا عند البارت فوق جيت هتلاقي هنا سفير. السفير هي عبارة عن كور، عشان كده صعب ان انت تعملها فيجوال زي الباقي. لو جيت هنا بص مش هتعرف تعملها كده، بس هتبقى صعب قوي بالكود انت تعمل كور كتير كده وشكلها مش هيبقى حلو، وهتهنج الجهاز عشان هتعمل كذا كورة. فاحنا بنختصر هنعمله، هنخلي الكورة دي في الاخر ونقول ليه خليناها في الاخر. هنشوف دلوقتي الكود هتطلع لنا مشكلة لو مخليناش في الاخر. وهنعمل لنا هنا كايلندر، نجيب كده خلينا يطلع من قدام البارت يبقى كده، وهنخلي طولها اللي هو 50. هنجيب هنا الكالندر وهنغير، لو جينا على السايز بتاعها السايز بتاعها بيتغير من عند الاكس الزد، الاكس مش الزد، فبدأت تفرق معانا في الكود. هنيجي هنا نكمل الكود، نخش هنا بقى عشان نخليها السفير، خليها سفير كاست، نشوف طالب مننا ايه. طالب مننا بوزيشن بالفيكتور 3 والراديوس والدايركشن. نيجي هنا نقول له بوزيشن ونعمل متغير جديد عشان نقدر نغيره بعدين، نسميه راد يساوي 2. الراد دي بتبقى عبارة، جبت هنا سفير، السفير لو جيت تغير حجمها هتخليه مش بتطولش لأ بتكبر، فهو ده الراديوس نص القطر. فنيجي هنا نخليه راديوس رياد، ونكمل هنا الميد بوينت نسيبها زي ما هي. وعايزين نعمل أول حاجة قلنا هنعمل كايلندر عشان يبقى طول بدل الكورة، عشان لو عملت كورة هيبقى في تعليق في اللعبة. خلينا كايلندر خليه بارت، عشان تغير شكل البارت تخليه من كايلندر لبارت عادي. تيجي هنا تكتب بارت دوت شيب يساوي انوم دوت بارت تايب كايلندر. كده عملنا كايلندر. كايلندر في السايز بتبقى غير البلوك. لو جيت هنا عملت كايلندر زي ما احنا قلنا السايز بتاعها لما بتغير كده بتغير في الاكس، فعايزين نخلي الحجم بتاعي هنا هنجيب ريديوس ونضربها في 2، هتلاقي الحجم متغيرش، لازم تضرب اللي تحت برضه في 2 عشان تبقى غير حجمها اتغير. ونخلي الطول بتاعنا هو 50 50 كده. هنيجي هنا نخلي دي، نبدل الأماكن، نخلي دي كده، ونخلي هنا ريديوس 2 رات في 2 رات في 2. كده خلصنا السايز وعملنا الكالندر. فين نجرب كده ونشوف عندنا أي مشكلة. هتلاقي عندنا مشكلة واحدة اللي هي ايه، هتلاقي اتعكس حجمه بقى معكوس. عشان نغير المشكلة دي زي ما اتعلمنا في السي فريم، هنعمل سي فريم دوت انجلز. عند السي فريم هتيجي هنا في سي فريم دوت انجلز صفر. انت ممكن تجرب مع نفسك تخليها ماس دوت راد 90. انت ما عرفتش تحطها في في الاكس ولا في الواي ولا في الزد، تجرب مع نفسك لحد ما تعرف، بس انا عارف انها تبقى في الواي. لو هنا نجرب هتلاقي كلها صعب، بس هنعرف بقى دي مشكلة ان احنا لازم نخلي كورة في الاخر. فلو جيت هنا كده مثلا هتلاقي طبعا لو لامس حاجة واحنا اصلا مش لامسين، بص لو شوف كده هتلاقي مش لامس حاجة. زي ما قلنا السفير عبارة عن كور، فالكورة هنا المفروض تبقى في هنا حاجة زي دايرية، فهي دي مشكلة الكلام ده. فهنخلي كورة في الآخر بس. عشان نعمل كورة هنيجي هنا خليها نعمل كورة، هنسمي هنا مثلا عشان يبقى عندنا نعرف الفرق. خليها كالندر دي، ونيجي نعمل لوكال بول تساوي بارت، ونخلي الشيب بتاعها اول، الانكر بترو، والكان كلها بفولس. والسايز هنعملها للكورة فهتطبع كلها، هتضرب كله في الراديوس عشان تبقى كورة. وهنيجي بقى على السي فريم بلوك دوت بول دوت سي فريم تساوي سي فريم دوت نيو اوريجين. كده لو طبعتها اوريجين هيطلع في النص، يعني هيطلع هنا في نفس المكان بتاع الاوريجين ده، في نفس المكان. فاحنا عايزين نطبع في الاخر، الاخر اللي هو بعد 50 وحدة، فهتجيب دي وتجمعها على الاخر الطول بتاعنا هو 50. تيجي هنا زائد دايركشن عشان تعمل في الاخر. وبول دوت بيرنت تساوي ورك سبيس دوت اكس. نجرب بتاع، عندنا مشكلة عادي عادي.
ونشوف السطر كام. في السطر ال24 لقينا كتبناهاش صح direction. هتلاقينا عمال يطبع ان هو لامس بارت. ليه؟ هنعرف دلوقتي، بس خلينا نشوف. بقت صح عندنا، طلع في الاخر. ليه بقى عمال يطبع البارت؟ البارت دي بتبقى عبارة عن الكورة اللي هو في الاخر هو لامسها، عشان احنا مش ضايفينها من ضمن الحاجات اللي هو يتجاهلها. فاحنا دلوقتي عايزين نتجاهل كل الحاجات اللي بتبقى في الافكس هنا. فنقول له ورك سبيس دايركس كده يتجاهل كل حاجة. نخش نجرب. هنا كده صح. بص، مش هيطبع ولا بس تلمس الحتة بتاعت الكورة، تعرف تميز ما بينها. كده نكون خلصنا ال3. هنا برضو كل فريم فتلاقيه متحرك معاك. بس هتلاقي الكورة عندنا، بتبص تلاقي الكورة مش نسينا نخفيها. فعادي يعني جينا نمسك الكود ده مش محتاجينه، هنكرر نفس الكود ده كده نحطها جوه شتة مساحة. دي فايدة الأد في ايتم. كده تقريبا خلصنا كل حاجة. ايوه كده خلصنا كل حاجة. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جاية، والسلام عليكم.